سائل يقول هل الطلاق سائلة تقول هل الطلاق يقع في النوم؟ لقد سمعت زوجي يطلقني في النوم، ولما أخبرته أنكر ذلك ولكنني سمعته. الطلاق لا يقع في النوم، لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. وانت يا روحي شوفي هذا راجلك مسكين اللي يوصل حتى ولا يطلقك فرقات، بالك في اليقظة ما يقدرش، يخاف منك. روحي شوفي وعلاه مسكين وصل سقسيه انت. لو كان ما قلتيلوش باللي نمتك تطلق فيا، قولي له واش راك؟ بلا باس مليح، خير ان شاء الله. واش نمت البارح؟ بالعقل بهدوء. بالك راكي مكرهت له حياته هذا الراجل مسكين، ماهوش قادر يهدر. بالك راكي مخوفاته بماليك. هذوك النساء تاعنا خويا وبابا وخويا وبابا، دوك نعيط لبابا ونعيط لخويا وتخلع فيها راجلها. بالك راكي خلعته بسوء الاخلاق نتاعك، سوء التصرف نتاعك. المرأة في لبنان كي راجلها يكون خارج من الدار تقول له يا حبيبي ما تطولش، ما نقدرش نصبر على الفراق نتاعك، هكذا يا حبيبي. المصرية راجلها خارج تقول له يا عيوني، هكذا يا عيوني، يا عيوني ما تبطاش، ما نقدرش نعيش بلا بيك. الجزائر راجل كي يكون خارج واش تقول له؟ ما تنساش تهبط معك بدون زبل، هكذا. ما تنساش شكارة تاع الزبل. الخرجة مسكينة يخرج بشكارة زبل، ونهار يجي داخل الدار لا مرحبا بك، لا نورت لنا الدار، لا توحشتك، لا والو. البديه واش جبت هذه وهذه، جبت الطوماطيش يا اخي ما نسيتش البيض، ويبداو بالشريه. يا واش الراجل واش من القوه تبقى له خارج من الدار؟ ما تنساش كار زبل. ومن بعد الدوله تقول لك الانتاج والانتاجيه. واش من الانتاج؟ خلاص كايبو تقطعوه في دار ويديه تقطعوه في الدار، ما يقدرش يروح الانتاج والانتاجيه، يخرج في شلان. يا سبحان الله. اما لا روحي شوفي يا راجلك هذا اللي ولا يطلقك في المنام وعلاه وصلتيه لهذه الحاله، حسبنا الله ونعم الوكيل.